السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة زي ما انتم شايفين كده هنعمل بلطي مقلي. طبعا احنا عملناه قبل كده، بس النهاردة بقى جايبالكوا السر بتاع القرمشة اللي مش بتدبل خالص، بيفضل مقرمش حتى لو قعد شوية. سر ان الزيت بتاعك مش هيتحرق منك، سر ان الكفر من بره تحفه زي ما انتم شايفين كده. في القلي بنحافظ على شكل السمكه وبنحافظ على الزيت بتاعنا، وده سر المطاعم. ده يا جماعه تلحيسه البلطي، ده سر مطاعم السواحليه. التلحيسه دي لا يعلى عليها. قبل ما نبتدي، انا اسمي منى غيث. لو اول مره تشوفيني يشرفني ان انت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش اللايك. نبتدي ونقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل على محمد صلاه تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. طبعا كميه السمك زي ما انت حابه. تمام. انا معايا كميه السمك زي ما انت شايفه كده، ومعايا راس توم مفصصاها. معلش لازم راس توم ويمكن اكتر كمان، علشان السمك طبعا مرتبط بالثوم ارتباط، مفيش فصال بينهم. وحطيت من عندي كده ربع قرن شطة حار. لو انتي مش عايزاه خلاص براحتك خالص، ممكن تحطي رومي. تمام، هيبقى نص قرن رومي. وضربتهم في الكبة زي ما انتي شايفة كده، وهنزل بيهم في الطبق بتاعي. وهبتدي اضيف التوابل. انا بدأت بالسمك لان طبعا تتبيلة السمك لازم تقعد يعني تقريبا ربع ساعة، خلاص مش اكتر من كده برضو. السمك بتاعك هيشرب الملح بتاعه، وكمان مش هيستوي، هيبقى من جوه ابيض مش دبلان. خدي بالك انت لما بتحطي السمك وتسيبيه، في ناس بتحط السمك وتحطه في الفريزر، ده اكبر غلط. لو تلاحظي ان انت لما بتقلي السمك وانت محدقاه قبلها بفتره كبيره، بتلاقيه من جوه دبلان. دبلان ازاي؟ مستوي بس دبلان، لان اصلا الملح سواه من قبل ما تحطيه في الزيت. انما احنا عايزينها كلها تبقى لحمه حلوه كده ماسكه نفسها، ما تبقاش دبلانه ولا طريه. تمام. نزلت على الخلطه بتاعتي ببابريكا وكمون كتير. كمون بقى زودي براحتك، وربع معلقه من الكزبره. ما تكتريش كزبره فيه، احنا عايزين بس ريحه بسيطه كده. وعصير ليمونتين، تمام، ليمونتين كبار. ونزلت بالملح بتاعي. انا ضفت معلقه وربع كده من الملح. خدي بالك من الملح لان احنا لسه برضو هنحط توابل في التلحيسه. تمام. بقلب بقى كل الخلطه الجميله بتاعتي دي. هو اصلا كان ريحتها من قبل ما اعمل اي حاجه تحفه. التوم والليمون والتوابل بصراحة ريحتها حلوة قوي، تتبيلة بسيطة وريحتها تحفة. وخدوا بالكم، احنا هقولها لكم تاني، لسه هنتبل التلحيسة. تمام كده عشان الموضوع معاكي ما يقلبش ان احنا بناكل توابل بس مش سمك. بدأت بقى ان انا احدق السمك بتاعي كده، خلصته وركنته كده في التلاجة على ما اعمل الرز بتاعي. هنعمل جنبه رز احمر او رز الصياديه زي ما بنقول، ايه سموه زي ما تسموه. المهم هو احنا هنعمل الرز الاحمر. انا طبعا يعني حبيت ان انا اخرط البصل كده على ايدي. تمام. إيه لو انتي مفيش عندك سكينه حاميه زي اللي عندي دي كده، ممكن تخرطيه بمخرطه الملوخيه. التخريط يا جماعه بيحافظ شويه على البصل وبيحافظ على ميته وطعمه. طبعا بصل الميه بتاعته كلها سر طعمته. تمام كده. خلصت تخريط رفيع ونزلت بشويه من الزيت، وهبتدي ان انا اقلب البصل بتاعي على النار. انا اعذروني اللقطه اللي جايه دي، انا والله ما خدت بالي ان ما كانتش الكاميرا بتسجل. البصل بتاعك طبعا الرز ده بيبقى اذواق، في ناس بتحبه فاتح وفي ناس بتحبه غامق. انت زي ما انت حابه. حابه غامق، احنا بنحمر البصله بس اوعي تاخد لون منك ان هي تتحرق، خليها لونها غامق بس مش محروقه، وايدك فيه وقلبي على طول زي ما انا عملت كده، يطلع معاكي لونه غامق وحلو قوي. في ناس بتحبه فاتح برضو، انت وراحتك. بتحمري البصله بس تخلي حمرها فاتح شويه. نزلت بمرقة الدجاج والفلفل الأسمر والكمون والشطة بتاعتي. طبعا الشطة دي اختيارية، والملح زي ما انت شايفة. غطي عليه واسيبه لحد ما يغلي، وبعدين انا هكون غسلة الرز ومصفياه كويس، انزل بيه بقى. هنجهز بقى مع بعض الخلطة بتاعت السمك وعجينة التلحيسة. هحتاج بولتين، بولة هيبقى فيها الدقيق زي ما انت شايفة، وبولة فاضيه كده زي ما انت شايفه برضو. دي هنحط لسه فيها دقيق جاف، انما الدقيق اللي انا عاملاه على جنب ده التلحيسه بقى يا جماعه. ده البطل بتاع الفيديو. شويه دقيق بدون نشا، ما ضفتش نشا نهائي، هيطلع مقرمش ويجنن، مش هتبطلي تعمليه على فكره.
اولا كميه دي زي ما انت حابه بقى، يعني على حسب كميه السمك. نزلت عليها بمعلقه من البابريكا، معلقه من الفلفل الاسود، رشه من الكمون، ومعلقه من الكركم. وهبتدي اجهز جنبي كوبايه من الميه. تمام كده. هنزل بالميه بتاعتي حبه حبه. انا عايزه التلحيسه تبقى مش زي الكريب قوي، اخف من الكريب درجه كده. تمام. هتشوفوا القوام معايا دلوقتي. انا نزلت بالميه حبه حبه زي ما انتوا شايفين وبقلب. انا لما نزلت بالميه بصراحه لقيتها خفيفه قوي زياده عن اللزوم، فزودت معلقه كده من الدقيق. تمام. انت بتزودي ميه وبتزودي دقيق حسب بقى الدنيا ما تظبط معاكي. تمام كده. برضو انا نزلت بمعلقه تانية من الدقيق ولقيته تقل مني تاني، نزلت بشويه من الميه. بنقلب بقى علشان ما يبقاش فيه تكتلات. خدي بالك انا مش عايزه يبقى فيه تكتلات نهائي. بصي هو القوام بقى عامل ازاي، الاقل من العجينه بتاعه الكريب شويه. تمام. درجه واحده بس. والبوله التانية فيها الدقيق بتاعي ابيض، مش هضيف عليه اي حاجه نهائي. تمام كده. الرز بتاعي نزلت بيه على الصياديه بتاعتي. هبتدي ان انا اقلب واسيبه بقى يغلي. طبعا احنا متفقين ان الرز ده رز مصري، وعلى فكره ده رز بلدي ويعتبر مش قديم، فمش بياخد مني ميه كتير، يعني اقل من عقله الصباع، حاجه بسيطه. تجيبي بقى المقلايه بتاعتك كده وتحطيها على النار وتخلي الزيت بتاعك يحمى. نزلت بالسمكه كده بالتلحيسه. تمام. التلحيسه اولا يا جماعه اللي هو الخليط السائل ده. ونزلت بقى على البوله اللي فيها الدقيق الجاف، ومعايا صينيه هنزل بالدقيق كده على السمكه، وهنفض تنفيضه. ولو تلاحظوا انا بمسكها من الديل. تمام. لان مع التلحيسه غصب عنك هتبصم معاكي، فاحنا هنخليها تبصم بس من عند الديل. تمام. احنا بنتفادى بس عشان يبقى شكل السمكه حلو. احنا بنروح المطعم ونقول الله ده المقلي بتاع المطعم مختلف بقى، وشكله والكفر وحاجه كده شيك جدا، فاحنا عايزين الكلام ده كله. بصوا انا بعمل ازاي، وبروح رافعه السمكه من عند ديلها. ولو تلاحظوا انا ما حطيتش حاجه على النار، انا حطيت المقلايه بس بالزيت على نار هاديه، هيحمى براحته. وفي نفس الوقت هكون انا عملت كميه من السمك. الرز بتاعي اتشرب ووطيت عليه، وهنزل بقى بالسمك بتاعي كده في الزيت. بصوا بقى اللون بيتحول معايا تحفه. الرز بتاعي هشقه كده علشان يبقى كله يستوي مع بعضه. تمام. انا بحب ان انا اقلب الرز وهو على النار. نقلته بقى على نار هاديه جدا اهو، وهسيبه لحد ما يكمل سواه براحته. بصوا بقى لون السمك وشكل الزيت، يعني ما تقوليليش حتى لو زيت تموين مش هيتحرق منك. شوفي بقى احنا الكفر بتاعنا ماسك نفسه ولازق في السمكه، يعني تلحيسه تلحيسه يعني شغل مطاعم سواحليه مفيش بعد كده. تحفه يا جماعه بصراحه. حلوه قوي اللي نازل في الزيت ده، يعني حاجه مكان التوم بتاعي بسيط خالص. بعمله بقى ايه، بشيله بالمصفايه كده زي ما انت شايفه. حتى لو في حاجه هتلاقيها واقعه في جنب كده في المقلايه، ممكن تشيلها بالمعلقه تبقى سهله معاكي. الزيت كمل معايا يا جماعه لاخر سمكه. يعني انا نصيحه مني ليكم، الوصفه دي مفيش بعد كده. احنا على طول نقول السمك ما شاء الله من اول سمكه لاخر سمكه في المطعم مش بتتحرق، لونها مش بيتغير، بتبقى تحفه جدا. انا هكمل بقى طبعا شغل السمك بتاعي، والرز بتاعي خلاص استوى، واحنا كده تمام قوي خلصنا. السمك بتاعي تحفه تحفه، شكله روعه، الرز روعه ما شاء الله، مفلفل جدا، حاجه تجنن، شغل مطاعم فعلا. سلطاتك بقى ولمستك وعيشي حياتك، الامر كله ليكي حرية شخصية فيه. شوية طحينة، شوية سلطة خضراء، بصلة خضراء وخلاص، وجبرت شوية مخلل زي ما انت حابة. بصي الساحة مفتوحة لك بأي حاجة انت بتحبيها. انا اديته رشة كده من الكزبرة. كزبرة بقى بقدونس، شبت، براحتك جدا، هو السمك بيحب الخضرة اصلا. انا على ما اتذكر ان ده كان بقدونس بس. انا قلت لكم ان طبعا احنا لما بنحدق السمك لونه من جوه بيبقى زي الدبلان. هو هيستوي منك وكل حاجه، بس مش هيبقى لطيف، مش هيبقى كله حته لحمه بيضه زي ما انتي شايفه كده. بصوا اللحمه اهي، مجرد ما تفتحها كده تحسي ان هي دبلانه من جوه، انما دي شوفي كلها حته واحده كده وبيضه وتحفه. اتمنى من كل قلبي ان يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تجربوا الوصفة، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.